سلمى أبو ضيف تكشف موعد حفل زفافها. كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف سبب تأجيل حفل زفافها، وذلك بعد أن احتفلت بعقد قرنها الفترة الماضية، ذلك وسط حضور عدد كبير من الوسط الفني. وقالت سلمى أبو ضيف أثناء لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش: قصة حبنا بدأت لما كنا في دبي، وكل حاجة حصلت صدفة وبنحب بعض، وحفل الزفاف هنعمله السنة الجاية لأن أنا وهو مشغولين الفترة دي، وكتبنا الكتاب علشان كنا عايزين نفرح وما أزمناش الدنيا. يذكر أن سلمى أبو ضيف احتفلت خلال الفترة الماضية بعقد قرنها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبد العزيز، وذلك في منزلها بحضور عدد من الأصدقاء وأسرة العروسين والمقربين، وهذا حسب ما أعلنت شقيقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بنشر صور عقد القران. من هو زوج سلمى أبو ضيف؟ هو إدريس عبد العزيز، تخرج في إحدى كليات لإدارة الأعمال وعمل في عديد من الدول: سويسرا، أسبانيا، بريطانيا، ألمانيا والإمارات. ويحمل إدريس عبد العزيز الجنسية السويسرية، وكان شريكا في شركة بريك فيست البريطانية للعقارات. وسنرصد لكم بعض المعلومات المهمة المتعلقة بإدريس عبد العزيز. يحمل الجنسية السويسرية، يعمل مدير مبيعات في شركة طائرات عالمية، مهتم بالفن بشكل عام، ومحب لرقصة الفلامينجو، يهوى السفر لكل أنحاء العالم، مشجع لنادي ريال مدريد، لديه ابنة ويشارك صورها بشكل مستمر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام. صديق لسلمى أبو ضيف منذ سنوات، جمعته رحلة في دبي مع سلمى أبو ضيف. احتفل بخطوبته على سلمى أبو ضيف في 15 مايو الماضي. احتفل بعقد قرانه على سلمى أبو ضيف يوم 12 يونيو. كان معكم بسمة مجدي.